بتحب الحراق؟ حطي لحد كمان. امتى؟ اوقف امتى؟ ما كانش ينفع نعدي الاربعه نودلز دولت من غير ما نعمل بيهم الترند على طريقتنا ونقفل بقى الترند على كده. واكيد عرفتوا من الشيبس ده احنا هنعمل ترند ايه؟ يلا بينا. هنعمل ترند الشيبس بس بطريقتنا. عايزه اعمل 2 لان ده باك كبيره قوي. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ نجيب المقص بتاعي الكبير هقطعه من هنا كده بس بالراحه هنقسمه 2 في ثانيه واحده. عايزين ايه؟ نشيل حبه كده من هنا اهو. اديني حبه هنا. اهو. انت عايز نودلز ايه؟ كريم كاربونارا. بص انا هقول لك تعملي ايه. الشيبس هنحط عليها نودلز كريم كاربونارا. اختار حضرتك. فلفل اصفر، احمر. طيب سويت كورن. انت متعب. سويت كورن. ساور كريم. وكاربونارا بولدك صوص. بتحب الحراق؟ بتحب الحراق؟ حطي لحد كمان. امتى؟ اوقف امتى؟ كفايه. وده الشيبس اللي احنا شلناه على جنب في الاول، هنحط عليه رشه كده. وده شكل ترند الشيبس بالكريم كاربونارا نودلز وبولدك صوص كاربونارا. بصوا شكل النودلز مع الشيبس. ايه ده؟ ايه ده؟ طعم الليمون اللي في الشيبسي اللي بالشطه والليمون عامل قلق. ايه ده بجد؟ ده خطير، ده ترند لوحده تاني. انا لما بغيب ما بغيبش اونطه، بغيب عشان اتكتك وعشان افنن. بجد خطير. طب على فكره هو في واحد تاني انا متكتكه لك تكتيك عالي خلاص. دي البيرفكت بايت. طب اللي جاي ايه؟ اللي جاي ايه؟ خلاص انا اتحمست. الشيبس ده بقى انا هسيبك انتي تعمليه. نودلز بالدك الاوريجينال، فلفل اصفر، فلفل احمر، شويه بصل، ساور كريم، وهيتحط عليه ايه تاني؟ بالدك صوص الاوريجينال. زودي. هو بينزل من كل حته اصلا. وطبعا رشه الشيبس. وده شكل ترند الشيبس مع النودلز بالدك الاوريجينال. هتاكل من الكيس على طول صح؟ بس كده. خد دي. مختلف تماما عن اللي فات. خطير اصلا. اختيار الشطه والليمون ده اختيار ممتاز. يعني اللي اختار ان الشيبس اللي اتعمل بيه ترند بالشطه والليمون حد بيفهم. انا اللي مختار. بس انت هتشتغل الناس. انت اصلا لسه عارف دلوقتي ان في ترند هيتعمل. انت كنت عايز تعك. في ميكس غريب كده ما بين الشيبسي والصوص بتاع بولدك مع النودلز فيزي كاندي درينك. ده اسمه بلو راز. ده طعمه سبلاش او ريد. طعمه دواء. ده طعمه بيلسع قوي بجد دوقني. ده حلو قوي. ساور كاندي على بلو بيري كده مش مفهوم. طعمه قريب شويه الريد بل. فاكرين الناتشوز بتاعت ناتشيتو؟ هي دي اللي هنعمل بيها الترند. وعلى فكره هو ده اصل الترند. يعني ترند الشيبس ده كان بيتعمل بالتورتيه في الاكياس بتاعتها. كانوا بيحطوا عليها البتاع ده من حوالي سنه او سنتين. يعني من زمان قوي هو بيتعمل. تختار بقى دلوقتي نودلز كواترو ولا تشيز؟ لا كواترو. فلفل اصفر، فلفل احمر، طماطم من غير البذر بتاعها، بصل لازم. ومهم قوي برضو مع التورتيه دي كزبره، وطبعا الساور كريم. نحط رشه شيبس بالشطه والليمون، واخر حاجه عصره ليمون. ده شكل النودلز مع التورتيه. يلا. عايز ليمون. الليمون مخليها حاجه تانية خالص. يعني متخيلين نودلز بفيوجن مكسيكي. لو عندكم بقى جواكامولي حطوا عليها جواكامولي. الملمس بتاع النودلز الطري التشوي ده مع التورتيه المقرمشه مخلي الموضوع في ليفل تاني. بس هي عارفه ناقصه ايه؟ ناقصه شويه بولدك صوص. بولدك صوص برضو. هو الصوص ده ادمان. لون التورتيه اتغير، كل حاجه اتغيرت. واصلا في ناس ما بتاكلش النودلز غير مع الليمون. ضرب نار. صوص بيقلب الدنيا. نلخص.
جربنا النهارده ترند الشيبسي بس بطريقه مختلفه تماما ما اتعملتش قبل كده. انت لو عايز تاكل واحد منهم دلوقتي تخلصه، هتخلص انه الاوريجينال ولا الكريم كاربونارا ولا الكواترو اللي بالتورتيه؟ الكريم كاربونارا. الكريم كاربونارا عشان انا اصلا بحب السويت كورن وهي طعمها مسكر شويه، في ساور كريم اكتر، والصوص بتاع الكاربونارا كان عليها، كانت حاله كده مش مفهومه. شيبسي الشطه والليمون، طعم الليمون اللي تحفة. فيه مع الشطه، يعني ده اللي كان بالكريم كاربونارا ده مش منطقي. وكده نكون اخيرا جربنا ترند اكياس الشيبسي بس بطريقتنا الخاصه جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، ونشوفكم الفيديو الجاي.